السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير. اول حاجة ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. انا مش حاسسها بأمانة، انا مش حاسسها. كل سنة وانتم طيبين. ده في كمية اشرار وفي كمية حقد في الناس، مع ان في ناس طيبين، بس في كمية حقد ما حصلتش ولا هتحصل في تاريخ البشرية. ندعي لجميع امواتنا بالرحمة، حبايب قلب سيزر. باذن الله مفيش حاجة هتوقفنا. معلش انا هنا موجود عشانكم. مبدئيا كل سنة وانتم طيبين. يا رب فعلا تكونوا بخير، والناس اللي مش طيبة ووحشة. القناة دي معمولة عشان يفهموا الدنيا صح، لان انت كده اهو زي ما انتم سامعين بيفرقعوا صواريخ، بيجيب فلوس عشان يفرقع بيها صواريخ. طب ايه الاستفادة يا حبيب قلبي من الصواريخ؟ ما تفهمش. بس الناس دي كده هتفهم في حالة واحدة بس، والله في حالة واحدة بس. الناس دي ممكن توصل لان هي تفهم بعد ما تموت. بعد ما تموت هتفهم، انما قبل ما تموت بالوضع ده هم كده مش هيفهموا. ما حدش بيعلم ولا بيقول لحد حاجة خالص نهائي. اللي انا جاي افيدكم بيه النهارده قبل شهر رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. بكره مش عارف اقولها لان انا فعلا ما اناش حاسسها، برغم ان في ناس زوقت شوارع كتير. وشاور ربنا يحميك يا شاور، مع ان انا مختلف معاك في بعض الحاجات، بس باذن الله يا شاور ربنا يهديك. وكفايه ان انت خدت شباب معاك، خدتهم يصلوا. هو ده المثال اللي المفروض نقوله. ربنا يهدي حريم المسلمين، وربنا يهدي بناتكم وبناتنا، وربنا يهدي الشباب والرجالة. طبعا عمرنا ما هنقارن رجالة زمان برجالة دلوقتي، لا. لو جيت تعمل مقارنة مفيش مقارنة اصلا. انا مش هطول عليكم، انا جاي اقول لكم انت ممكن تحقق امنيتك في خلال سنة. ممكن اللي انت تحلم بيه تحققه في خلال سنة فعلا. قبل ما ابدأ احب اشكر آلاء ابو ذكري. آلاء ابو ذكري انا كنت بتابعها وهي اقل من 100,000، بس عشان هي عملت. هي على فكرة انا اتعلمت منها ده، وانا ما بقجلش ان انا بقول بتعلم، انا بتعلم من الناس. ما هو انا لما ما الاقيش حد يقول لي لازم اعلم نفسي بنفسي. حلو. آلاء ابو ذكري جيت وانا بتابعها. ما هو اي حد في الدنيا وانت بتتابعه لازم تتعلم منه، انت لازم تعلم نفسك بنفسك. قالت لو انت عايز تحقق حاجة ممكن تحققها، بس انا بقول لك بقى لو انت عايز تحقق حاجة في سنة ممكن تحققها في سنة بإذن الله. كله بإذنك يا رب. في وقت محدد كده في شهر رمضان، في وقت محدد، هو ده الوقت السماء بإذن الله بتكون مفتوحة وربنا بيستجيب. وأي حاجة اللي انت بتطلبها من ربنا في الوقت ده ما بيجيش رمضان اللي في السنة اللي بعده بإذن الله. لو كان لينا عمر وليكوا عمر، ربنا يرحم جميع أمواتنا يا رب، إلا وتكون متحققة. ده بقى سر أنا اتعلمته من يوتيوبر زي ما في حاجات وحشة في حاجات حلوة، وأي حد لو عايز يعلم نفسه بنفسه هيتعلم. الحياة كده طول ما انت محذوف ومرمي فيها هتعلمك. زي ما انا كده ان اتعلمت ان الفلوس ملهاش قيمة. الفلوس ملهاش قيمة. عشان كده بإذن الله يوم 5 رمضان هنبتدي على قناة متجر سيزر نعمل سحوبات، وهنعرض المنتجات. عايزين لبس عيد، عايزين اي حاجة انتوا هتعوزوها بإذن الله هتلاقوها في المتجر بإذن الله. بس احنا مضغوطين عشان بنجرد المخازن، وان شاء الله خير.
اهني وقت بقى اللي انت لما تدعي فيه ربنا هيسمع لك ويستجيب لك يا رب. يحقق لكل واحد امنياته. مش هطول عليكم في الفيديو. اول ما اذان المغرب يأذن، اول ما اذان المغرب يأذن تبتدي قبل ما تاكل، يعني انت ممكن تشق ريقك بتمره، وقبل ما تكمل اكل في ناس اول ما الاذان بيأذن بتروح حاطه تمرايه او ياكل اي حاجه بعد ما يقول دعاء الصيام: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله يا رب لكل المسلمين. يروح جاي قايل الدعاء يبدأ يفطر، وبعد ما يفطر يروح مصلي المغرب. حلو، يصلي المغرب ويبتدي بقى يقعد يفطر. في ناس كتير بقى بتبقى جعانه بتقعد تاكل. هو بقى ده الوقت اللي ربنا بيستجيب فيه. ربنا يبارك لها ويوسع رزقها ويبارك لها في اولادها هي وفادي آلاء ابو ذكري. انا حبيت التقي بيها، بس ما هي شافت الكومنت وما ردتش، وكانت لسه بقى بدأت ما وصلتش ل100,000. ربنا يبارك لها. مش عارف بقى هي عدت 800,000 ولا لا، بس هي كانت 700,000 وشوية. ربنا يوسع عليها ويرزقها بالحلال يا رب. وقت المغرب ده بقى هو ده الوقت اللي بعد ما تصلي وقبل ما تاكل. يعني انت تقول دعاء الصيام وتروح جاي ريقك، تشرب ميه، تاكل تمره، تاكل اي حاجه، وتبتدي بقى والناس بتاكل سيبهم ياكلوا. خليك انت بقى قول الدعاء ده، ادعي لربنا باي حاجه انت عايزها. ربنا هيحقق لك امنياتك. مش هيجي رمضان اللي بعده باذن الله غير لو انت محققها باذن الله. الناس كلها زوقت شوارع، وفي ناس عملت فيديوهات، وفي ناس كانت مخاصمه بعض صالحت بعض. انا عامه زي ما تقولوا مش هقول مكتئب، بس يعني ربنا يصلح الحال لينا كلنا. تمام. انا كلمه كل سنه وانتم طيبين دي، طب الجرايم دي يعني الناس دي ما بتقولش لنفسها كل سنه وانتم طيبين؟ يا ريت يا جماعه نخاف على بعض ونحب بعض. الدنيا مش مستاهله، وكل ده هتشوفوه في قنوات تانية عشان يعني ربنا يعدي الدنيا على خير والناس تفهم، ما تفهمش بعد ما تموت. حلو. معلش انا مضغوط، في ناس اتخلوا عني في وقت ما ينفعش يتخلوا عني فيه. انا في حاجات دروبات بتحصل معايا باذن الله هكون قدها. وزي ما انا جيت في فيديو قلت لكم اول ما بصحى الصبح بقول الدعاء ده، هسيبه لكم على الفيديو. تمام. تاني حاجه بقى نستغل شهر رمضان واول يوم ونعمل كده. اول ما اذان المغرب يدن نبتدي نشق ريقنا ونصلي المغرب ونطلب من ربنا اي حاجه احنا عايزينها باذن الله. والله وعن تجربه مع آلاء ابو ذكري نفسها، ربنا يبارك لها يا رب، وكل سنه وهي بخير، هي وجوزها فادي. حلو. مش هيجي السنه اللي بعدها غير باذن الله وهي متحققه. استنونا في رمضان وان شاء الله منتجات المتجر تعجبكم. حبايب قلب سيزر وجمهور سيزر واخوات سيزر، انا بحب الناس كلها، ما بحبش ازعل من حد، وانا اي حد مزعله يا ريت يسامحني ويا ريت ندعي لبعض. الدنيا مش مستاهله. اللي معاه عربيه ب1,000,000 جنيه بيموت ويسيبها، اللي معاه 1,000,000,000 جنيه بيموت ويسيبهم زي ما شفنا. تمام. هي مش مستاهله. كل اللي انت عملته في الدنيا ده هتسيبه وتتكل، يبقى مش هيبقى باقي لك غير عملك. يا رب بس اللي انا فيه ده يعدي. تمام. وهتعرفوا كل ده في فيديوهات جايه. اللي بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته الحمد لله يا رب. وقبل ما انسى بحب اقول لزينب حسني كل سنه وهي طيبه. احب اقول لكريم علاء كل سنه وانت طيب. احب اقول لمذيع مصر كل سنه وانت طيب. كل اليوتيوبرات انا اسف ان انا لو نسيت حد، دول اللي جم على بالي دلوقتي. في فيديوهات جايه اي حد احب اسلم عليه واقول له كل سنه وانت طيب وحبيبي. ده هيجي. المتوحد فكره انا اتعلمت منك كتير، وانت حبيبي وانت برنس شرح اليوتيوب، انت واستاذ ايمن صفوت. كل سنه وكلكم طيبين حبايب قلب سيزر.
يا ريت نستغل الشهر ده صح. مسلسلات رمضان مش هتفيدنا بأي حاجة، دول بيشتغلوا وظيفة وبياخدوا عليها فلوس، إنما أنا كمتفرج أنا ما بستفادش بحاجة. أنا ابتدي أشوف أنا إيه ناقصني وإيه اللي عايز أحققه. زي ما قلت لكم هو ده الوقت. صلي المغرب، صلي المغرب وشق ريقك وافطر وابتدي، والناس بتاكل ما تاكلش انت. هو ده الوقت. ابتدي اطلب من ربنا اللي انت عايزه باذن الله. باذن الله مش هيجي رمضان اللي جاي غير وهو محققهولك. طبعا لو الناس كانت شايفه ان انا بتكلم ببطء في الفيديوهات اللي جايه، انا ممكن اتكلم بسرعه، انت مش هتلاحقني. تمام، هي بس بتبقى مود كده. الواحد طالما في مود ممكن يتكلم براحه، ممكن يتكلم بسرعه، والواحد كده كده بيطور من نفسه. وكل سنه وانتم طيبين حبايب قلب سيزر. يلا سلام.